من يوم ما جربته في البيت وانا قلت مستحيل ابدا اجيبه من بره تاني، ولا اشوي السمك بره تاني. هقولك دلوقتي ازاي تشويه، وازاي يطلع معاكي مستوي، وازاي من جوه ما يبقاش فيه دم، وكمان ما يدخنش معاكي الشقه، ولا يبهدلك البوتاجاز ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه عملتها هي اني امنت البوتاجاز كويس. حطيت ورقه من الالومنيوم فويل كده، وبعدين حطيت عليها الشعله عشان اي دهون تنزل على الورقه دي، وفي الاخر بشيلها ارميها. الصاجة دي أنا شارياها كده للسمك مخصوص. بتبقى صاجة كده من الظهر، حديد كده تقيل شوية. بتبقى حلوة جدا، أحلى كمان من التيفال أو أي صينية ألمونيوم عندك تقدري تشوفي فيها. أنا هنا عندي شوية من الجمبري، حوالي نص كيلو كده من الجمبري، هعملهم معاكم على السريع كده. قطعت عليهم قرن من الفلفل الأحمر الحار، وكمان طماطماية، وأحط عليها فلفل بارد كده زي ما انت عايزه. الفلفل الحار ده اختياري. خلاص، حطيت كده عليها الفلفل والطماطم، وقطعت عليها 3 فصوص ثوم او 4 فصوص، وبصلايه صغيره زي ما انت شايفه كده. بيدي طعم للشوربه فظيع، تحفه بجد. ده كده بالنسبه للخضار. هحط بقى كمان شويه من الكزبره الناشفه، وشويه من الكمون، وشويه من الملح. دي كده التوابل اللي انا بستخدمها للجمبري. وكلي احلى جمبري واحلى شوربه جمبري بالطريقه دي. خلاص كده الجمبري اتبل معايا وبقى جاهز، هحطه على النار ونشوف السمك هنعمله ازاي. رفعت الجمبري بقى دلوقتي على النار، وهجيب السمك بتاعي. وتجيب الردة بتاعتك، تشوفي بقى بتجيبيها منين. انا بجيبها هنا من الماركت، من لولو او من الراية، او من اي حتة من الحاجات دي في جدة. المهم يعني، او من اي مخبز، تروحي تقولي له عايزة اجيب ردة او نخالة. بيقولوا عليها هنا نخالة. وببدأ ان انا اغلف السمك كده من الناحيتين بالشكل ده. لو انت في مصر طبعا بتبقى موجوده عند اي عطار. بسيب الصاجه لحد ما تسخن بالشكل ده كده، وبعد كده بنزل بالسمك بتاعي. لازم نحط السمك والصاجه سخنه، ما ينفعش نحطها والصاجه بارده، عشان السمك هيلزق معانا وهيتبهدل مننا. خلاص. وانا حاطه السمك على النار، كنت ولعت على الرز، وفي نفس الوقت بشوح في الجمبري زي ما انتم شايفين كده. من الاكلات السهله والسريعه، واللي انا بصراحه بحبها جدا، لانها ما بتاخدش وقت، وكمان بتبقى خفيفه في الاكل. عندي هنا بقى الدقه بتاعتي دي، انا كنت مجهزاها عباره عن توم، على فلفل، على ليمون، على ملح. وبجهزها على طول عندي في التلاجة للسمك، للبتنجان، لأي حاجة من الحاجات دي. ولما بطلعها من التلاجة بضيف عليها بقى التوابل اللي أنا عايزة أحطها. حطيت عليها هنا شوية من الكزبرة الناشفة، وشوية من الكمون، وكمان شوية من الشطة. وممكن كمان تزودي الملح لو انت مقللة الملح فيها. لأني أنا لما بعملها بقلل الملح، عشان لو حطيت على بتنجان ولا حاجة ما يبقاش حادق، إنما السمك بيبقى محتاج ملح زيادة شوية. هقلب بقى التتبيلة دي كلها على بعضها واركنها على جنب. دي كده اللي هنتبل بيها السمك بعد ما يخرج، بعد ما يتشوي. هركنها على جنب ونرجع نشوف السمك. السمك بسيبه على النار، على نار عالية كده لحد ما ياخد لون، وبعد كده بهدي النار وبسيبه لحد ما يستوي. بس في الأول بقوم قلباه الأول. هنا الجمبري زي ما انتم شايفين أخد لون كله كده بالشكل ده. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، ولو زودنا الوقت في التسوية هتلاقيها نشفت معاكي وبقى مقدد ومش حلو. فما نزودش عليه الوقت في التسوية، هو بياخد مثلا من 10 دقايق لربع ساعة، وتدوقيه وهتلاقيه استوى معاكي وزي الفل. خلاص، المهم ان انت تتابعيه طول الوقت عشان ما ينشفش معاكي. هزوده بقى هنا شويه من الميه، عشان دي الشوربه بتاعته، وبعد كده هسيبه لحد ما يستوي. هقلب بقى السمك بتاعي زي ما انتم شايفين، اخد لون اهو، بيبان من الجنب ومن الديل ان هو خلاص اخد لون. فبقلبه بالشكل ده كده. اول ما بياخد لون من تحت، يبقى اللون فوق زي تحت، بهدي عليه النار. وبسيبه لحد ما يستوي تماما براحته خالص، عشان ما يبقاش فيه اي دم من جوه. وبعد كده بوقفه على البطن بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان برضو البطن بتاعته تكون مستوية كويس، ما يبقاش فيها اي دم ولا اي حاجة خالص. تمام كده لحد كده واضح معاكم؟ هنا الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده كان اتشرب. رز عادي خالص، بغسل الرز وبنقعه. انا من الناس اللي بتحب تنقع الرز، عشان طعم الرز بيبقى احلى كتير لما بيتنقع. بيبقى شارب المية كده ومتشبع بيها. وفي نفس الوقت الحبايه بيبقى طعمها مختلف تماما. اي حد بياكل عند الرز دايما يقول لي الرز ليه بتاعك مختلف عن الرز اللي احنا بنعمله. السر يا جماعه في اني انا بنقع الرز. اي رز لازم انقعه كويس الاول. خلاص. زي ما انتم شايفين كده الجمبري بتاعي خلص اهو. ما شاء الله حلو جدا، الشوربه بتاعته جميله وممتازه. جربوه بالطريقه دي وبالتوابل اللي انا حطيتها دي، هتلاقوه معاكم حلو قوي. هجيب بقى خلة الأسنان دي، عشان عايزين نعرف السمك فيه دم ولا لأ قبل ما نطلعه. بدخلها كده من عند البطن وبشوف. لو طلع فيها دم أو طلع فيها أي حاجة حمراء، بعرف إن هو كده لسه فيه دم أو لسه مستويش. لو طلعت معايا نظيفة، يبقى كده السمك بتاعي نشف وما فيهوش أي دم، يبقى خلاص كده مستوي معايا. خلاص. أنا هنا اختبرته بالخلة كده وهو كده مستوي تمام.
هاسيبه بس كمان تشميعة بسيطة كده، ما فيش دقيقتين والّا حاجة على ما باكون جهّزت التتبيلة أو كده، وبعد كده باطلّعه بالشكل ده. هاطلّع السمك بقى واتبّله، التتبيلة اللي إحنا عملناها اللي إحنا مجهّزينها أصلًا، ممكن كمان تضيفوا عليها طماطم مبشورة وجزر وكزبرة، هيبقى برضه حلو أوي. أنا ساعات باعمل كده وساعات باستسهل وباطلّع من الدقة دي، لو أنا مستعجلة باستسهل واطلّع الدقة دي واشرّبه بالشكل ده كده. وبعد ما باحط عليه التتبيلة لازم وضروري تغطّيه، تغطّيه بأي حاجة، بورق ألمونيوم فويل، تحطيه في كيس، تلبّسي الطبق اللي أنتِ حاطة فيه كيس. المهم إن هو البخار بتاعه يطرّيه، يطرّي السمك ويخلّي القشرة بتاعته تطلع معاكِ بكل سهولة. الحركة اللي لو أنتِ سِبتيه كده على طول مش هتلاقيه يبقى طري معاكِ وهيتقشّر معاكِ بصعوبة شوية. إنما الحركة دي زي ما أنتم شايفين كده، أنا باحطه كده والبخار بتاعه بيطرّيه وبيخلّي القشر بتاعه يطلع بسهولة ويبقى حلو أوي. هنا بقى نعمل شوية سلطة خضرا كده على السريع، باقطّع الطماطم مكعبات بالشكل ده، ما فيش أسهل من كده ولا بلانشة ولا أي حاجة، على إيدِك كده وأنتِ واقفة، حاجة كده في السريع. خيار، طماطم، فلفل، بصل لو موجود، كل ده على السلطة بيبقى جميل جدًا. أحط عليها كمان عصير من الليمونة، الليمون أساسي على السلطة بيدّيها طعم ومزازة، ما فيش أحلى من كده. التوابل بتاعتنا بقى شوية من الملح، شوية من الكمون، وبس كده. ممكن كمان شوية من الكزبرة الناشفة وتقلبي كله على بعضه بالشكل ده كده، وكده بقت السلطة بتاعتك جاهزة معاكِ. وزي ما قُلت لكم عايزين تزوّدوا عليها بصل برضه هتبقى حلوة. خلاص كده الرز استوى والجمبري خلص والسمك زي ما أنتم شايفين كان خلص. ما فيش أسهل من كده، أكلة سهلة وسريعة ومستحيل آكلها من برّه. يعني دايمًا أكلات السمك بتبقى في المحلات مختلفة عن البيت. البيت كده بيبقى عايز يعني السمك بيبقى عايز بيت، إن أنتِ تقعدي تاخدي راحتِك وتاكلي بمزاج. من الحاجات اللذيذة جدًا اللي باحبها وباحب أعملها طول الوقت. شوربة الجمبري رايقة وجميلة والطريقة ممتازة، أتمنى إن أنتم تجربوا إن شاء الله الطريقة بتاعتي دي وتعجبكم. وشوفوا بقى دلوقتي كمان تسوية السمك من جوه عاملة ازاي. ده سمك دنيس من الأسماك الحلوة جدا 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 اللي ممكن تاكلوها. سمكة بتتغذى على الجمبري تقريبا، ده اللي أنا سمعته عنها يعني. سمكة جميلة جدا ولذيذة وما فيهاش أي ريحة زفارة، يعني عكس البلطي والبوري ما بتعملش زفارة نهائي. من الحاجات النظيفة جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.